عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلتنا بقى سهلة جدا ولذيذة قوي في نفس الوقت. لو عندكم بقى جلاش متكسر ومش عارفين تعملوا بيه ايه، تعالوا نعمل فطيرة الجلاش المتكسر غرقانة بقى بميكس الجبن. طعمها بجد خطير وحاجة بقى جوسي كده كلها في بعض. شايفين بقى ايه الجمال ده؟ تحفة، طعمها لذيذ بشكل مش طبيعي. لو أول مرة بقى بتسمعوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة أو سبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم أي فيديو جديد أنا بنزله، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو. شايفين بقى حاجة جوسي بقى كده وطعمها بجد وهمي، لذيذة بشكل مش طبيعي ومش هتاخد منكم أي وقت خالص. اول حاجة ده نوع الجلاش اللي انا استخدمته، اسمه طعامة زمان، حلو جدا. هنجيب الرول بتاع الجلاش زي ما هو، مش هنفتحه ولا اي حاجة، زي ما هو ملفوف كده. هبدأ ان انا اقطعه بالشكل ده، هقطعه لقطع متساوية. شايفين بيبقى عامل ازاي؟ ده الشكل بتاعه زي اللفة بتاعته بالظبط. مجرد بس هنبدأ ان احنا نقطعها تقطيع متساوي، وحجمها يكون متوسط، يعني ولا تكون رفيعة جدا ولا كبيرة في نفس الوقت، لحد بقى ما نخلص كل الكمية. خلاص، دي أول خطوة. تاني خطوة، حضرت بقى ميكس الجبن اللي أنا هستخدمه. استخدمت هنا 2 نوع موتزاريلا، وكمان استخدمت رومي مبشور، واستخدمت قطعة جبنة خزين. الجبن بقى والإضافات اللي انتوا حابين تضيفوها، وأي نوع جبن انتوا بتحبوه استخدموه. ممكن كمان تغيروا الحشو خالص، لو عندكم لحمة مفرومة ممكن تستخدموها، هتعملوا عادي فطيرة جلاش باللحمة المفرومة، أو أي نوع أي حاجة انتوا بتحبوها استخدموها. الحشو بقى ده يرجع لكم. هنا بقى أنا قلبت ميكس الجبن كده مع بعض بالشكل ده، ودي تاني حاجة خلصنا منها. بعد كده الحاجة بقى اللي احنا هنسقي بيها، الخليط اللي احنا هنسقي بيه الجلاش، استخدمت هنا بيضة وكوب من الحليب على قشطة، وكمان حطيت رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وجبت بقى نص علبة زبادي. هستخدم نص علبة زبادي، يعني حوالي معلقة كبيرة ونص من الزبادي. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. وخلاص كده ده الخليط اللي احنا هنستخدمه. كمان هكتب لكم المقادير بتاعته، هتلاقوها في صندوق الوصف، بيبقى موجود تحت الفيديو بالظبط. هنا بقى هقلب كويس الميكس ده مع بعض. الخليط ده اللي بنسقي بيه الجلاش. تمام، قلبناه بقى كده كويس جدا مع بعض، ودي تالت حاجة خلاص احنا عملناها. بعد كده هنبدأ بقى نرص الصينية بتاعتنا. هنا استخدمت صينية مستطيلة، مقاس صغير مش كبيرة، مقاس صغير. هحط بقى نص كمية الجلاش اللي احنا قطعناه. هاخد بقى كده نص الكمية، هفردها كويس بقى في الصينية عشان اغطيها من تحت كلها، عشان لما اجي اكمل باقي الخطوات الجبن الحشو بتاعي ما يقعش بالشكل ده. بعد كده هجيب نص الخليط اللي عملته معاكم، هسقي بيه الجلاش. هاخد نص الكمية بس، خدت نص كمية الجلاش ونص كمية الخليط. بعد كده هجيب بقى الحشو، هبدأ ان انا احط بقى ميكس الجبن في النص كده بالشكل ده. هاخد 3/4 الكمية اللي عملتها معاكم. تمام، اخدت 3/4 الكمية، والربع اللي فاضل هحطه على وش الجلاش. بعد كده هغطيها بقى بباقي الجلاش اللي احنا مقطعينه، ده النص التاني بتاع الجلاش. هنزل بيه بقى كله بباقي الكمية كلها، اغطي بيها الوش بالشكل ده. خلاص تمام. بعد كده بطبطب بقى عليها عشان كله كده يتجانس مع بعض، وبجيب باقي كمية الخليط اشربه بقى. هشرب كل الجلاش من فوق بالشكل ده. واحنا المرة دي في الصينية دي مش هقطعها غير بعد ما تخرج، ما قطعتهاش قبل السوا، هقطعها بعد التسوية. بعد كده هجيب بقى باقي كمية الجبن اللي انا قلت لكم هنسيب الربع اللي فاضل، حطيتها كده على الوش بالشكل ده. هتدي وش تحفة في الاخر، هيبقى شكلها خطير. الفرن بقى احنا مشغلينه من اول ما بدأنا نرص الصينية بتاعتنا.
بعد كده عشان نكسر اللون هحط رشة بسيطة من الزعتر، اي حاجة خضرة تكسر اللون. هندخلها بقى على فرن سخن، الرافل في النص، الفرن شغال مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة. وبعد كده هشغل الشواية. شايفين ده شكلها خطير قد ايه. هدخلها بقى الفرن تلت ساعة، وبعد كده نفتح عليها الشواية لحد بقى ما تاخد اللون الخطير ده. شايفين اخدت معانا وش تحفة. وقتها بقى خلاص بنخرجها وبنقدمها. شايفين شكلها تحفة قد ايه، طالعة مظبوطة 100%، وطعمها بقى خطير. يلا بينا نقطعها. طلعناها بقى على طبق بمنتهى السهولة، هتطلع معاكم. طلعت بمنتهى السهولة، وهبدأ ان انا هقطعها بقى مربعات متساوية. دي قطعة البيتزا، هنقطعها بقطعة البيتزا، وبعد كده بقى ايه هنقدمها. شكلها بجد خطير، وطعمها بقى والريحة حاجة كده فظيعة. يلا بقى اوريكم كمان. شايفين متماسكة ومظبوطة 100%. كانت سخنة جدا، فيعني تحفة. شايفين بقى غرقانة جبن، يعني اللي بيحب الجبن بجد طعمها تحفة، وسهلة ومش بتاخد منكم اي وقت خالص. والخليط اللي احنا عملناه سقيناه بيه مديها طعم خطير، مخليها بجد مختلفة جدا. شايفين كل حاجة جوسي في بعضها قد ايه، دايبة كده في بعضها دوب، وطعمها تحفة. هستناكم بقى ضروري تجربوها، متأكدة انها تعجبكم. واعملوا بقى كومنتات برأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.